يتبارى المنتخب النيجيري ضد منتخب المغرب ضمن الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا 2025 بالمغرب يوم الأربعاء 14 من يناير 2026. وتأهلت نيجيريا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على الجزائر ب2-0، في حين تأهل المغرب لنفس الدور بعد فوزه على الكاميرون ب2-0. ويدخل منتخب نيجيريا هذه المواجهة معتمدا على منظومة جماعية متكاملة ترتكز على الضغط العالي والانتشار الجيد في أنحاء الملعب، وقد أظهر فعالية كبيرة مكنته من الفوز في جميع مبارياته خلال البطولة. في المقابل يعتمد المنتخب المغربي على أسلوب قريب من ذلك من خلال فرض ضغط عال سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها عبر الدعم الجماهيري، إضافة إلى الهجمات المتواصلة التي تشكل ضغطا مستمرا على المنافسين وتجبرهم على ارتكاب الأخطاء. ومن وجهة نظري فإن مثل هذه المواجهات تتطلب أقصى درجات النزاهة والحياد التحكيمي، لأنها تبقى مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وقرار واحد غير موفق قد يكون كفيلا بقلب موازينها رأسا على عقب، كما شاهدنا في عدة مواجهات سابقة غيرت فيها نتائج مباريات بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل. وستجرى المباراة على ملعب مولاي عبد الله على 9:00 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، 10:00 مساء بتوقيت مصر والسودان إن شاء الله. ومن المرتقب نقل المباراة مباشرة على قنوات BeIN Sports Max.